واحد بيسأل صاحبه وبيقول له: هو انت مش خايف وانت بتتصدق وبتدي الفلوس للفقراء وانت في أزمة وممكن تطول بيك، فممكن انت تحتاج الفلوس ديت وانت اولى انك انت تديها للفقراء؟ فتتوقع رد عليه وقال له ايه؟ اكيد يعني هتتوقع انه هيقول له: ما نقص مال من صدقة. لكن الإجابة ما كانتش كده خالص، لأنه رد عليه رد بثقة بآية من القرآن الكريم، وهي: المنفقين كالشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فطبعا روح وبدأ يبحث ويدور في القرآن الكريم عن صحة الكلام ده، فلقى فعلا آية لا خوف عليهم وهم لا يحزنون جت فعلا في حق المنفقين مرتين في سورة البقرة، منهم آية 274: بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجت في آية 262: بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان أول مرة الشاب ده ياخد باله من التشبيه بين المنفقين والشهداء. فأنت خايف إن الأزمة تطول بيك، وخايف إن الفلوس ما تكفكش بعدين، وخايف من مرض ما، وخايف إنك تفقد حبايبك أو صحابك أو أهلك أو حتى جيرانك، فأنفق واصرف وسيبها على ربنا عز وجل، لأنه هو المدبر في كل حاجة. وكل ما تحس بخوف وضيقة افتكر دايما إن الرزق بإيد ربنا عز وجل، وإن الرزق اللي ربنا عز وجل بيكتبه لك ما بيتأثرش بظروف الأرض ولا حتى بيمشي بقوانين الدنيا. وحط دايما قدام منك الحديث الشريف: ما نقص مال من صدقة. وحط برضو الآيات العظيمة اللي احنا ذكرناها قدام منك. ويا رب يوسع رزقنا جميعا ويهون علينا الأيام الجاية، اللهم أمين يا رب. وبس كده صديقي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.